بيبدأ فيلمنا في النرويج وبنشوف شخص بيربط سلسلة حديدية في عمود الحظيرة وبيوصلها بالجرار علشان يسحب العمود ويهد الحظيرة. بس بيلاقي الجرار عطلان وبيعرف ان السبب ان في شخص قطع اسلاك الجرار، فبيرمي بنزين في الحظيرة ووقتها بيلاقي عربية اطفال وجواها فخ من فخوخ الدببة كان هيقطع ايديه، فبيولع الولاعة ووقتها بيشوف شخص بيهجم عليه فبيخاف وبيهرب لسطح الحظيرة، بس مش بيلحق انه يهرب وبيولع الشخص ده فيه بالنار، فبيقع من شباك الحظيرة وبيموت. وبعدها بنشوف بيل مع عيلته وهم جايين من امريكا علشان يعيشوا في النرويج، وبيبقى متحمس هو وزوجته كارول، بس اولاده مش بيبقوا مبسوطين علشان سابوا امريكا وكل اصحابهم. وفي الوقت ده بيشوفوا غزال وبينزلوا علشان يتصوروا معاه، ولما بيقرب بيل منه بتهجم عليهم مامة الغزال فبيجروا وبيركبوا عربيتهم، وفي الوقت ده بتوصل عربية الشرطة فبيخافوا الغزلان من صوت السرينة وبيهربوا، فبتطمن الشرطية عليهم وبترحب بيهم لما بتعرف انهم سكان جدد في القرية. وبيوصلوا لبيتهم الجديد وبنعرف ان بيل وارث المزرعة من عمه وبيتفرجوا على البيت، وبعدها بيروحوا للحظيرة وبيقول بيل لزوجته إن الحظيرة محتاجة شغل كتير وبيوعدها إنها هتعجبها بعد ما يصلحها، وبيسيبوا ابنهم لوكاس يستكشف الحظيرة. وقتها بيشوف عربية الأطفال وجواها الفخ وبيسمع أصوات وحاجات بتقع لوحدها فبيخاف وبيجري على البيت وبيبلغ أهله باللي سمعه، بس باباه بيقول له إن البيوت القديمة بيطلع منها أصوات علشان الخشب بتاعها بيبقى قديم، فبيطمن وبالليل بيسهر معاهم باباهم وبيقول لهم إن النرويجيين بيسهروا علشان يشوفوا أضواء الشمال في السماء، ولكنه مش بيشوفوا غير السحب فبيحبطوا الأولاد وبيروحوا يناموا. وبتطلب كارول من جوزها إنه يدي للأولاد وقت علشان يتعودوا على البيت الجديد. وقبل ما ينام لوكاس بيبص من شباك أوضته على الحظيرة وبيشوف باباها بيفتح وعيون مضيئة بتبص عليه فبيخاف. وتاني يوم بياخد بيل عيلته وبيروحوا يتمشوا في القرية، وبيشوف لوكاس متحف للأقزام في حظيرة وتماثيل لأقزام جنبها فبينجذب لها جدا. ووقتها بيجي اوجو وبيتكلم معاه باللغه النرويجيه فبيقول له لوكاس انه امريكي فبيكلمه بالانجليزي وبيقول له ان دول اقزام الحظيره، فبيساله لوكاس عن اذا كانوا اقزام الحظيره موجودين، فبيأكد له انهم موجودين، فبيساله عن اذا كانوا هم اشرار ولا طيبين، فبيقول له انه لو اتعامل معاهم كويس فهم هيحبوه ويساعدوه، لو اتعامل معاهم وحش وضايقهم فهم هيتخلصوا منه وهيقتلوه. فبيخاف لوكاس وبيساله عن ايه اللي بيحبوا اقزام الحظيره، فبيقولوا انهم بيحبوا الاكل وبيكرهوا الانوار الجامده والاصوات المزعجه كمان. وفي الوقت ده بيروح بيل وزوجته وبنته للكافيه وبيتعرفوا على الجيران وبيحكوا لريموند وهو واحد من الجيران بالمناسبة انهم عاوزين يحولوا الحظيرة دي لفندق صغير، وبيوروه صور الافكار اللي في دماغهم بس هو مش بتعجبه فكرة الفندق. وبعدها بتروح كارول بتنادي على ابنها وبتتعرف على اوجو وبتقول له انهم نقلوا لمزرعة نورديم فبيقلق اوجو. وفي نفس اليوم بالليل بيروح لوكاس للحظيرة وبينادي على القزم فبيظهر له وبيديه لوكاس كوكيز فبتعجب القزم جدا وبياكلها بسرعة، فبيقول له لوكاس انه عربون سلام وبيوعده انه وعيلته مش هيقربوا منه وهيسيبوه يعيش في امان. وفي الوقت ده بتتصل نورا بصاحبتها فيديو كول وبتشكي لها وبتقول لها انها بتكره النرويج وان ما فيهاش اي تسالي، بس وهي بتكلمها بتقطع النت فبتنهار نورا فبتسمعها مامتها وبتحاول انها تواسيها، ولكن نورا بتقول لها انها بتكره النرويج وعايزه ترجع لامريكا ولاصحابها تاني، فبتواسيها مامتها وبتقول لها انها هتتعود على النرويج مع الوقت يعني. وتاني يوم بتروح كارول لجوزها اللي بيحاول انه يتعلم اللغه النرويجيه وبتقول له ان بنته مش عاجبها الحياه في النرويج وعاوزه ترجع لاصحابها في امريكا، فبيقول لها انها مع الوقت هتتعرف على اصحاب جداد في النرويج، فبتقترح عليه زوجته انهم يعملوا حفله للجيران عشان يتعرفوا عليهم، فبتعجبه الفكره جدا فبتقول له انهم ممكن يعملوا الحفله دي في الحظيره علشان هي اوسع من البيت، فبيتحمس للفكره. وبعدها بيروح علشان يشيل التلج من الطريق فبيتفاجئ ان في شخص شايل التلج، فبيرجع وبيقول له لزوجته وابنه على اللي شافه، فبتقول له انها ممكن تكون خدمه بتقدمها الحكومه للسكان، فبيقتنع بكلامها. بس لوكاس بيبقى عارف ان اللي عمل كده هو القزم علشان يشكره على الكوكيز اللي اداها له. وفي نفس اليوم بيروح القزم لاوضه لوكاس وبيطلب منه كوكيز تانية فبيديها له وبيشكره لوكاس على انه ساعد باباه وشال التلج، وبيعمل لوكاس للقزم حظيره اشاره الصداقه فبيقلده القزم. وفي اللحظه دي بتدخل مامته فبيختفي القزم وبتساله مامته مين هو كان بيتكلم مع مين، فبيقولها انه كان بيتكلم مع قزم الحظيره فمش بتصدقه وبتمشي. وفي الايام اللي بعد كده بيبتدي بيل وعيلته يجهزوا لحفله الحظيره وبيعزموا الجيران وبيحاول بيل انه يقطع الحطب للدفايه، ولكنه بيفشل فبيروح لوكاس في نفس الليله وبيدي للقزم كوكيز ولبن. وتاني يوم بيتفاجئ بيل بان في كميه كبيره من الحطب متقطعه ومتخزنه فبيكون هيتجنن من اللي حصل ده. وبالليل بينادي بيل على حيلته علشان يفاجئهم بزينه الكريسماس وبيراقبهم القزم، ولما بيشغل بيل الزينه
الزينة. بيخاف القزم من الأضواء والأصوات العالية وبيهرب وبيشيل لوكاس الكهرباء فبتمنعه مامته، فبيقول لهم إنه قزم الحظيرة ما بيحبش الأصوات العالية والأضواء الكتير، ولكنهم مش بيصدقوه. وتاني يوم بيتصدموا لما بيلاقوا إن كل الزينة مقطوعة، وبيبلغوا الشرطة وبتيجي الشرطية وبتقول لهم إن الأطفال ممكن هم اللي يكونوا اللي خربوا الزينة، وبتوعدهم إنها هتهتم بالموضوع ده وبتمشي. وبعدها بيروح بيل وهو وزوجته للحديقة وبيعلقوا الزينة علشان حفلة الحظيرة، وبيشوفهم القزم فبيتعصب وبيرمي برميل على بيل فبتبعده زوجته وبتنقذه. فبيروح لوكاس للحظيرة وبيقول للقزم إنه مصدوم فيه لأنه كان هيموت باباه وهو كان فاكر إنهم صحاب. وبالليل بيجوا الجيران للحفلة وبيحتفلوا وبيشغلوا الموسيقى بصوت عالي، بس لوكاس كان بيوطي الصوت وبيستخبى القزم تحت الحظيرة وبيكون غضبان من كل الإزعاج اللي بيعملوه ده. وبتتكلم كارول مع جارتها اللي بتقول لها إنهم شجعان لأنهم عايشين في المزرعة اللي معروف عنها إنها مسكونة بالجن. فبتخاف كارول، وقتها بيطلب بيل من جاره ريموند إنه يكون هو سانتا يوم عيد الميلاد ويوزع الهدايا على أولاده، فبيوافق. وفي الوقت ده بيقفل لوكاس الموسيقى وبيقول لهم إن الحفلة انتهت علشان هما كده بيزعلوا قزم الحظيرة، وبتنتهي الحفلة. وبيروح لوكاس مع جارهم اوجو وبيبقى متضايق وبيقول له ان اهله بيضايقوا قزم الحظيره وهو مش عارف يعمل ايه علشان يصالحه. فبيقول له انه لازم يعمل اكله العصيده يوم عيد الميلاد ويحطها للقزم في الحظيره، لان العصيده هي اتفاق السلامه بين البشر والاقزام. وفي نفس اليوم بالليل بيقرر القزم الانتقام منهم علشان بوظوا له الحظيره بتاعته، فبيدخل بيتهم وبيكسر كل الاطباق في المطبخ، فبيصحوه من النوم وبينزل بيل علشان يشوف ايه سبب الاصوات دي، وبيطلب من زوجته انها تتصل بالشرطه. وبيتصدم بيل لما بيلاقي المطبخ كله متكسر، وقتها بيشوف خيال شخص فبيمشي وراه، ووقتها بيشوف قبعة القزم عند باب القبو فبيمسكها علشان يشوفها، ووقتها بيظهر القزم وبيزقه وبيرميه في القبو وبيقفل عليه. وبتسمع كارول الصوت فبتنزل علشان تطمن على زوجها وبتبقى خايفة، وبيجي القزم من وراها وبيكون هيقتلها، ولكن ابنها بيجي في الوقت ده وبينور النور فبيهرب القزم. وبعدها بتيجي الشرطة وبتقول لهم إن اللي عمل الفوضى دي هو ثعلب جذبته ريحة الأكل، فبيقتنع بيل بكلامها، ولكن زوجته مش بتقتنع بالكلام وبتسأله عن إزاي مات عمه. فبيقولها إنه كان بيحاول إنه يحرق الحظيرة، وقتها بيقع من الدور التاني وبيموت يعني. فبتتعصب منه علشان خدعها وما قالهاش عن إن المزرعة معروفة بإنها مزرعة مسكونة بالجن. وتاني يوم بيطبخ لوكاس العصيدة وبيحطها في التلاجة علشان يقدمها بالليل للقزم، وفي نفس اليوم بالليل بيحضر لهم بيل أكلة سمك نرويجية، ولكنها مش بتعجبهم وبتتعصب زوجته وبتسيب العشاء وبتمشي. وبعد العشاء بيتصدم لوكاس لما بيشوف باباه وهو بياكل العصيدة اللي هو حضرها للقزم، وبيقول له إن دي كانت هي فرصتهم الوحيدة علشان يعملوا سلام مع القزم، ولكن باباه مش بيهتم بكلامه، فبيضطر لوكاس إنه ياخد السمك اللي عمله باباه وبيقدمه للقزم، فمش بيعجبه السمك وبيتعصب وبياخد الشاكوش بتاعه وبيقرر إنه ينتقم منهم. وفي اللحظة دي بيوصل ريموند وهو لابس سانتا كلوز ومعاه الهدايا اللي وعد بيل انه يوزعها على اولاده، ووقتها بيشوف القزم خارج من الحظيرة فبيعتقد انه لوكاس، فبينادي عليه وبيروح وراه وبيقول له انهم لازم يدخلوا للبيت علشان يحتفلوا. فبيتعصب القزم وبيضرب الحيطة، فبيقع مخروط من التلج المتجمد على ريموند وبيقتله. وبيقلق بيل لما بيتأخر ريموند فبيخرج علشان يستناه، وبيتفاجئ بان زلاجة ريموند والهدايا قدام البيت، فبيروح وبيدور عليه وبيتصدم لما بيلاقيه مقتول ومتعلق في شجرة. فبيترعب وبيرجع للبيت وبيقول لعيلته انهم لازم يهربوا ويسيبوا البيت بسرعة، فبيجروا على العربية ولكنها بتكون عطلانة، فبيترعب بيل أكتر. ووقتها بينط قزم الحظيرة على العربية وبيحاول إنه يكسر الإزاز، فبيضغط بيل على تنبيه العربية فبيقع القزم من الصوت العالي، فبيطلب منه لوكاس إنه يشغل أضواء العربية، فبيفقد القزم الوعي من ضوء العربية. وقتها بيشوفوه وبيتأكدوا من إن لوكاس ما كانش بيكذب عليهم. وفي اللحظة دي بيفوق القزم وبيصرخ وبينادي على قبيلته من الجن الأقزام، وبنتفاجئ بيل وزوجته بعدد كبير من الأقزام بيخرج من الحظيرة بأسلحته وبيهجموا عليهم، فبيجروا على البيت وبيطاردوهم الأقزام وبيدخلوا البيت وراهم وبيهاجموهم من كل مكان. وبيدافع لوكاس عن نفسه بنور الأباجورة، وبيهجم واحد من الأقزام على بيل وبيسرق منه خاتم جوازه وبيبلعه. وبتتعصب نورة من الأقزام اللي بتهجم عليهم وبتضربها، فبتمسك مضرب البيسبول وبتضربهم وبتوقعهم واحد ورا التاني. وفي الوقت ده بيكون قزم الحظيرة هيقتل لوكاس اللي بيحاولوا يفكروا إنهم أصحاب، فبيتردد القزم إنه يقتله. ووقتها بتيجي نورة بتولع بشمعة في ملابس القزم، فبيجري وبينط من الشباك وبيطفي نفسه في التلج. ووقتها بيتلموا حواليهم باقي الأقزام فبيجروا علشان يستخبوا، وبيحاول بيل إنه يقفل عليهم باب الأوضة. وفي اللحظة دي بينط القزم من الشباك وبيجرح كارول في رجليها بفتحة العصير، وبينجحوا باقي الأقزام في إنهم يفتحوا الباب. بس قبل ما بيهجموا عليهم بتوصل الشرطية بزلاجتها وبصوت سرينة الشرطة، فبيخافوا الأقزام من صوت ونور الزلاجة وبيهربوا.
وبيفرحوا بيل وزوجته بوصول الشرطية وبيحضنوها وبيطلبوا منها إنها تطلب الدعم بسرعة، فبتصدمهم وتقول لهم إن أقرب مركز شرطة بعيد عنهم، وبتسألهم عن ليه هم خايفين، فبيقولوا لها إن الأقزام من الجن بتهاجمهم وعايزين يقتلوهم، فمش بتصدقهم. بس في الوقت ده بتسمع صوت تشغيل زلاجتها فبتخرج تطمن عليها، وبتتصدم لما بتشوف قزم وهو بيسوق الزلاجة بتاعتها، فبتحاول إنها توقفه بس هو مش بيوقفها وبينط عليها بالزلاجة وبيقتلها، ومش بيعرف يوقف الزلاجة وبيتخبط في الحظيرة وبيتقلب بالزلاجة وبيكسر تانك البنزين وبيقع البنزين على الأرض وبيملى الحظيرة. بس القزم مش بيهتم لأنه بيشوف مسدس الشرطية ومش بيكون عارف إزاي يستخدمه، فبيقتل بالغلط صاحبه وبيقتل نفسه. وفي الوقت ده بيستخبى بيل وعيلته في أوضة بنته وبيقفلوا عليهم الباب، وبتعالج نورا جرح مامتها، وبيكونوا باقي الأقزام في البيت مع زعيمهم اللي بيأمرهم إنهم يقتلوا أي شخص يشوفوه. مش بتعجب الأوامر قزم الحظيرة، وبيدوروا الأقزام في البيت وبيكونوا منذهلين من التلفزيون وبيعجبهم العصير بتاع بيل وبيشربوه كله وبيعملوا حفلة وبيرقصوا. وفي الوقت ده بيعتذر بيل لعيلته لأنه هو السبب علشان أجبرهم إنهم يتنقلوا للنرويج، ولكنهم بيقولوا له إنهم مبسوطين لأنهم مع بعض. وبتقترح كارول على بيل إنه يروح ويطلب مساعدة جارهم أوجو، فبتعجبه الفكرة وبياخد ابنه وبينطوا من البلكونة على جبل تلج، فبيشوفوهم اتنين من الأقزام بس بينجحوا في إنهم ياخدوا زلاجة ريموند وبيهربوا بيها، بس الأقزام مش بتسيبهم وبيركبوا زلاجة تانية وبيطاردوهم. وفي الوقت نفسه بتعمل نورا مع مامتها قنابل من الكحول علشان يدافعوا بيها عن نفسهم، وبيشوفوا الأقزام وهم بيحاولوا إنهم يطلعوا لهم عن طريق سلم خشب من البلكونة، فبتزق كارول السلم وبتوقعهم وبتحدف عليهم قنابل الكحول، فبيخافوا الأقزام وبيهربوا. وبيكملوا الأقزام مطاردة بيل وابنه وبيحاولوا إنهم يقتلوهم. وفي الوقت ده بيظهر قدامهم الغزال فبيضغط بيل على الفرامل وبيوقف، بس الأقزام مش بيعرفوا إنهم يوقفوه، فبتخبطهم شاحنة وبيموتوا. وأخيرا بيوصلوا بيل وابنه لبيت جارهم أوجو. بس في الوقت ده بينجح الأقزام إنهم يدخلوا لأوضة نورا عن طريق المدخنة، فبتزقهم كارول وبتطلب من بنتها إنها تهرب، وبتضربهم كارول وبتقدر إنها تقتلهم وتنتصر عليهم. ولما بتهرب نورا من البلكونة بيشوفوها باقي الأقزام وبيطاردوها وبيحاصروها في الغابة وبيمسكوها. وبتنزل كارول للصالة وبتخدع زعيم الأقزام وبتلبس طاقية قزم وبتوصل لموبايل جوزها وبتتصل بأوجو. وفي نفس الوقت ده بيدخلوا بيل وابنه لبيت أوجو وبيقولوا له إنهم محتاجين إنهم يساعدوهم علشان ينتصروا على الأقزام. فبيجي اتصال من كارول وبيرد عليها جوزها، فبتستنجد بيه وبتقول له إن الأقزام مسكوا بنتهم، وبيسمعها قزم وبيوصل لمكانها وبيمسكها فبتصرخ. فبينصحهم أوجو إنهم يتصلوا بالشرطة، فبيبلغوه إن الأقزام قتلوا الشرطية أصلا، وبيسألوه إذا كان عنده سلاح في البيت، فبيقول لهم إنه ممنوع قانونا إنهم يملكوا أي سلاح. فبيطلب منه بيل إنه يوصله بعربيته للمزرعة علشان يلحق إنه ينقذ زوجته وبنته، فبيوافق. فبيوصلهم وبينذهل لما بيشوفوا الأقزام لأول مرة، وبيشوفوا الأقزام وهم رايحين ناحية الحظيرة، فبيمشوا وراهم وبيشوفوا الأقزام وهم بيدخلوا النفق سري في الحظيرة، فبينزلوا وراهم وبيمشوا في النفق اللي تحت الأرض. وفي الوقت ده بيقول لأوجو لبيل إن من سنين والبشر والجان أصدقاء وبينهم سلام، وإنهم لازم يحافظوا على السلام ده. فبيتعصب بيل وبيقول إنهم قتلوا ريموند والشرطية وإن مفيش أي سلام ينفع معاهم. وبيطلعهم النفق على غابة جليدية فيها بيوت الأقزام، وبيشوفوا نورا وكارول وهم مربوطين في شجرة، فبيجروا علشان يفكوهم، فبيتفاجئوا بزعيم الأقزام معاه مسدس فبيخافوا. وبيقول أوجو للزعيم إنهم لازم يتفقوا ويوصلوا لسلام، بس الزعيم مش بيسيبه يكمل كلامه وبيضربه في كتفه بالنار، فبيقع أوجو وبيفقد الوعي. وفي اللحظة دي بيتجمعوا باقي الأقزام وبيحاصروهم، ووقتها بيشوف لوكاس صاحب قزم الحظيرة فبيشاور له بإشارة الصداقة اللي ما بينهم، فبيساعدهم قزم الحظيرة وبيفكوا أخته ومامته وبيهربوا وبيجروا ناحية النفق والأقزام وراهم. وبيفوق أوجو وبيشاور الأقزام بعلامة القلب رمز الحب ما بينهم. وباقي الأقزام بيطاردوا بيل وعيلته وبيضربوا عليهم نار، وبينجح بيل وعيلته وقزم الحظيرة في إنهم يطلعوا من النفق ويوصلوا للحظيرة، بس بيتصدموا لما بيلاقوا عصابة من الأقزام مستنياهم في الحظيرة وبيحاصروهم. وبيواجه قزم الحظيرة الزعيم وباقي الأقزام وبيدافع عن بيل وعيلته. وبيطلب قزم الحظيرة من بيل وعيلته إنهم يطلعوا للدور التاني من الحظيرة، وبيواجه هو الزعيم وقبيلة الأقزام. وبعد ما بيطمن قزم الحظيرة على بيل وعيلته بيطلع وراهم، وقتها بتكتشف نورا ورق قديم في الحظيرة، فبتطلب من أهلها إنهم يمشوا وهي هتتصرف، فبينطوا كلهم وبتقعد معاها مامتها، فبتعمل نورا من الورق صاروخ وبتولع فيه النار علشان بتكون شافت زلاجة الشرطية مقلوبة والحظيرة مليانة بالبنزين. ولما بيقع الصاروخ المولع بتمسك النار في البنزين وبتحاصر الأقزام. وبينطوا نورا ومامتها من الشباك وبيهربوا قبل ما تنفجر الزلاجة، وبعدها بتنفجر الحظيرة وبيفرحوا بيل وعيلته، بس قزم الحظيرة بيبقى حزين. وفي الوقت ده بيظهر من الغابة أقزام وهم جايبين معاهم أوجو وهو مربوط، وبيقول أوجو إنه اتفاهم مع الأقزام وهم عاوزين سلام، وفعلا بيسيبوه الأقزام وبيرجعوا لقريتهم. وبيتضايق أوجو لما بيشوف الحظيرة وهي مولعة، وبيسألهم عن ليه ولعوا النار في الحظيرة، فبيقولوا له إنهم ما كانش عندهم أي اختيار وكان لازم ينقذوا نفسهم. فبيقول لهم إن قزم الحظيرة ما بقاش عنده بيت، فبيقترح لوكاس إن القزم يقعد معاهم في بيتهم، ولكن مامته بتقول له إنهم بكده هيزعجوه مرة تانية وهيغضب منهم.
ووقتها بيفتكر لوكاس متحف الأقزام بتاع أوجو، فبيطلب منه إنه يديه القزم الحظيرة علشان يعيش فيه، فبيوافق أوجو وبياخدوا قزم الحظيرة وبيودوه لبيته الجديد في متحف الأقزام، وبيقول له أوجو إنه مكان مثالي ليه علشان ما فيهوش أي أضواء ولا أصوات هتزعجه، فبيوافق قزم الحظيرة وبيعيش في المتحف، وبيطلب لوكاس من أوجو إنه يعامل القزم بطريقة كويسة فبيوعده. ووقتها بتشوف العيلة أضواء الشمال في السماء وبينبهروا بيها، وبيقول بيل لعيلته إنه فرحان لأنهم في الآخر بقوا مع بعض ومترابطين أكتر من الأول، وبينضم لهم أوجو كصديق جديد للعيلة. وقتها بيشوف لوكاس قزم الحظيرة وهو بيشكره على البيت الجديد، وبينتهي فيلمنا ولوكاس وقزم الحظيرة وهما بيعملوا لبعض إشارة الصداقة، وبيطمن لوكاس على إن صديقه هيعيش في سلام.